إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2007. النادي الأهلي بدأ اللقاء ضد النجم الساحلي في استاد القاهرة ب5-2-1-2. حراس المرمى عصام الحضري، من اليمين للشمال اسلام الشاطر، شادي محمد، احمد السيد، ناحيه الشمال جilberto، ستوبر او ليبرو عماد النحاس، 2 وسط ملعب انيس بوجلبان وحسام عاشور، صانع العاب ابو تريكه، 2 مهاجمين فلافيو عماد متعب. النادي الاهلي بدا اللقاء باستحواذ تام، عايز يسجل هدف وعايز ينهي المباراه من بدايتها مع صحوه الجمهور، لكن النادي الاهلي الماتش مش مشي في عكس سريانه وفي عكس تفكير مشجع الاهلاوي. سجل هدف في اخر الشوط الاول في الدقيقه 45 46، وتبقى سيناريو صعب جدا على المدرب وسيناريو صعب على اللعيبه وبتحبط المعنويات. لكن رغم كده مانوش زي ادى دش قوي للعيبه ما بين الشوطين، والنادي الاهلي ما خدش وقت بعد الشوط الثاني في بدايته 4 دقايق بالظبط وسجل هدف التعادل في الدقيقه 49. وفي جمله شهيره في الوقت ده كان الصحف كلها بتتكلم عنها، يقول لك العرجون اهدى البطوله للنجم الساحلي. هنفهم الجمله دلوقتي، احنا بنقول عرجون اهدى بطوله دوري ابطال افريقيا للنجم الساحلي ازاي.